تفعيلا للدور المشترك بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي بهدف تحقيق المقاربة المتمثلة في التكوين من أجل التشغيل، وتجسيدا لشعار التكوين المهني والشراكة الاقتصادية آفاق واعدة. يتطلع القطاع إلى المساهمة الفعالة في تلبية الاحتياجات المختلفة للمؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة من خلال دمج المتمهنين في الميدان لتمكينهم من الاستفادة المباشرة من الإمكانيات التي تزخر بها المؤسسات الاقتصادية. ويأتي هذا في إطار الإصلاحات المعتمدة لتطوير التكوين عن طريق التمهين وتمتين العلاقة بين القطاع والشركاء الاقتصاديين. إن هذه الجهود تعتبر تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي ينص على جعل التكوين والتعليم المهنيين وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطني. ولأن ولاية الواد قطبا فلاحيا بامتياز، عمل التكوين المهني على توطيد العلاقة مع المستثمرين الفلاحيين، خاصة في مجال زراعة الخضروات والحبوب مثل القمح، البطاطا والطماطم لمتمهني الشعب الفلاحية المختلفة، حيث استقطبت مزرعة السيد مولى محمد الصغير العديد من المتمهنين في إطار عقود التمهين. وعن هذا يحدثنا صاحب المستثمرة وبعض المتمهنين. مولى محمد الصغير مستقبل الممهنين في تكوين في الطلب العربي في بلدية بن قشة، وأنا في منطقة حدودية، يعني أنا حدودها قريبة مش بعيدة عننا. وشكرا وبارك الله فيكم على زيارتكم، ومرحبا بكم إن شاء الله. السلام عليكم. مولى أيمن، متمهن نقرأ في الطلب العربي، اختصاص الزراعة الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسى منصور، متمهن في الزراعات الكبرى بالتكوين بالطلب العربي. إن شبكة المؤسسات التكوينية بالولاية تمد الشريك الاقتصادي بالرصيد البشري من المتمهنين من أجل التكفل الأحسن بعمليات التكوين واستجابة لاحتياجات سوق الشغل من خلال استقبال المتربصين والمتمهنين لتمكينهم من رفع كفاءاتهم ومهاراتهم العلمية. وتعد مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة الوادي شريك اقتصادي فعال لاحتواء منتسبي قطاع التكوين المهني في إطار الاتفاقيات المبرمة في اختصاصات مختلفة مثل استغلال محطات معالجة المياه، تسيير واقتصاد الماء. وهذه عينة من الشباب الذين يزاولون تكوينهم في هذه المؤسسة. بدر الدين في اختصاص استغلال ومعالجة محطة المياه الصالحة للشرب في المعهد الوطني بالواد. أنا متربص حاليا في محطة التحلية في ديسمارس عثمان قديري وحدة الواد. وبعد الحصول إن شاء الله على شهادة التخصص في مارس إن شاء الله نكون شخص فعال في هذه المحطة ونكون عضو مهم. ويعتبر تحديد احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة من بين أهم الأولويات التي يحرص قطاع التكوين المهني على تلبيته. أثمرت التكفل بدمج هؤلاء المتمهنين بعد انقضاء فترة تربصهم في مؤسسة اتصالات الجزائر، وهذه عينة من الشباب الذين تحصلوا على مناصب عمل بعد تخرجهم مباشرة
في مؤسسة اتصالات الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لارقة الطاهر ضياء الدين، خريج مركز التكوين المهني والتمهين رقم 1 بالواد، تحصل على شهادة تركيب وصيانة الألياف البصرية. بعد فترة التمهين بمؤسسة اتصالات الجزائر أصبحت الآن أحد عماليها، ونصيحة للشباب التوجه لهذا التخصص، وشكرا. السلام عليكم. قدير إبراهيم، متخرج من مركز التكوين رقم 1، تخصص صيانة شبكات اتصالات، والوقت الحالي توظفت في شركة اتصال الجزائر في مركز الصيانة والإنتاج. وتماشيا مع رقمنة القطاع أدرج ملف معلم التمهين والشركاء الاقتصاديين على مستوى منصة تسيير لتفعيل الأدوار المختلفة وتوطيد الشراكة الاقتصادية لفائدة متكوني ومتمهني القطاع. ويسهر السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي على طرح أفكار ومشاريع ورؤى من شأنها ترقية الشراكة الاقتصادية بين القطاع والشريك الاقتصادي ضمن آفاق واعدة لدعم مبادرات المتكونين والمتمهنين، مثل إنشاء نادي الإبداع والابتكار على مستوى معاهد ومؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين. أتكون، أجتهد، أبدع لإنشاء مؤسستي الخاصة الاقتصادية ليساهم في الاقتصاد الوطني.